مركز إداري جوج. إداري جوج نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة طرأ السنة الجديدة الميلادية الجديدة 2023 على مستوى المنطقة الأمنية بيوغرا تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات الأمنية التي تروم الحفاظ على الأمن والنظام العامين بهذه المدينة. طبعا هذه الترتيبات تأتي بناء على تعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني السيد ولي أمن أكادير السيد رئيس المنطقة الإقليمية الأمنية ببيوغرا. الهدف منها هو المحافظة على الأمن والنظام بهذه المناسبة هذه اللي كتعرف احتفالات بكل مدن المملكة، ومدينة بيوغرا باعتبارها مدينة من هذه المدن أنها تتعرف مجموعة ديال الاحتفالات. والهدف من هذه الترتيبات الأمنية هو كما قلت المحافظة على الأمن والنظام. بالنسبة للمنطقة الأمنية بيوغرا تم اتخاذ مجموعة من الترتيبات خاصة تنصيب السدود الإدارية والقضائية بكل مداخل المدينة. تم تنصيب سد إداري على مستوى في شارع محمد الخامس المؤدي إلى مدينة جنيت، وبشارع الحسن الثاني المؤدي إلى مدينة تفراوت، كذلك شارع الحسن الثاني من الجهة الغربية في اتجاه مدينة القليعة إنزكان أكادير السد القضائي، ثم السد الإداري الآخر على مستوى طريق المطار المؤدي إلى مدينة تارودانت. كل هذه السدود الهدف منها هو مراقبة الأشخاص الوافدين على مدينة بيوغرا أو المغادرين لها، املا في الوصول الى اشخاص مبحوث عليهم من طرف العداله. كما تم تسخير جميع الموارد البشريه واللوجستيه بهذه المنطقه الامنيه. تابعتم معنا منذ الساعه الرابعه في الاجتماع اللي كان في الساحه هنا بحضور كل القوات الامنيه بكل انواعها من شرطه قضائيه ومن استعلامات عامه ومن دوائر الشرطه. الكل حضر هنا وتم تقسيم العمل والكل خرج القطاع من اجل محاربه الجريمه واستتباب الامن بهذه المدينه هذه.